تعالوا نعمل احلى طاجن رز معمر ممكن تعملوه في حياتكم. وهنعمل جنبه احلى فراخ مشوية. بصوا مش هتلاقوها عند اكبر ولا افخم حاتي ولا حد ولا مطعم مشويات، ولا بصوا حاجة كده ايه، حرفيا عظمة. اهو شايفين منظر الاكل؟ شايفين؟ ده كده كمان العيال من الريحه الحلوه، وبجد منظر اكل حلو جدا، فما قدروش يمسكوا نفسهم فبوظوا منظر الطاجن زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا بقى نبدا ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا بقى ونشوف احنا عملنا ايه. اول حاجه عملناها رحت عند الفراخجي، جبت منه فرخه. تمام كده، مسكتها غسلتها كويس قوي قوي، وبعدين سبتها منقوعة في محلول النظافة، وبعدين طلعتها بقى من محلول النظافة دوت وغسلتها تاني لحد ما بقت زي القشطة معايا، زي ما انتم ما شايفين كده. شايفين؟ الله اكبر عليها. وبعد كده مسكتها بقى وقعدت بقى اخرم فيها. بصي امسكيها بقى بعد كده وخرمي فيها على قد ما تقدري. اهو خرموا بقى فيها، كل ما تخرمي فيها كل ما هتديكي نتيجة ممتازة. اهو مسكتها كده بقى من كل حته، خرمت فيها من كل حته، اهو زي ما انتم شايفين. صلوا بينا على النبي يا جماعه. وهبدا بقى بعد بقى ما خرمتها كويس جدا، هبدا بقى ايه اعمل التتبيله بتاعتنا. تمام كده، عندي بصلتين متوسطين مبشورين بشر ناعم وعليهم شويه زيت. هنزل عليهم بنص كوبايه من الزبادي. لو كوبايه صغيره حطي كوبايه واحده، كوبايه صغيره. اما بقى لو كوبايه كبيره زي اللي انا حطيتها دي حطي نصها. اهو صلوا بينا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعدين بقى هنزل بشوية فلفل أسود، أهو حبة كده حلوين. أهو زي ما انتم شايفين. هنا فرحة كانت بتصورني وكانت بتحاول تستكشف أنا بعمل إيه بالظبط. وهنا بقى حطيت بقى شوية كركم يدعموا معايا اللون شوية، أنا حابة إيه يبقى ليها لون حلو كده. وهنزل بقى بمعلقة صلصة. لقيتها بعد كده محتاجة معلقة كمان، يعني حطيت لها بقى معلقة كمان، يعني قولوا معلقتين من الصلصة. وشوية بقى ملح، معلقة كبيرة من الملح. معلقه كبيره من الملح ممسوحه، يعني ايه حاولوا تقللوا ملح على قد ما تقدروا. وهنزل بقى عليها بمعلقه من عسل نحل. لو ما فيش عسل نحل عادي معلقه سكر تقضي الغرض عادي يعني. تمام كده، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهبدا بقى ايه ادمج كل الكلام ده مع بعضه، اهو زي ما انتم شايفين. لا اله الا الله. صلوا بينا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. دمجت بقى كل الكلام ده مع بعضه، وزي ما بقول لكم كده لقيتها محتاجة معلقة صلصة كمان، ورحت حطيت التانية اهو زي ما انتم شايفين. وهدمج بقى كل الكلام ده. قبل بقى ما همسك الفراخ واتبلها، شلت شوية من التتبيلة دي في طبق كده على جنب، هقول لكم هنعمل بيها ايه. ومسكت بقى ايه الفراخ، مسكتها بقى قعدت ادلك فيها. بعد ما خرمتيها امسكي بقى اقعدي بقى دلكي فيها على قد ما تقدري. كل ما تدلكي فيها برضو هتديكي نتيجة برضو ممتازة، اهو زي ما انتم شايفين فوق الجلد وتحت الجلد. ودلكي دلكي عشان ندي فرصة للتتبيلة تدخل تتغلغل بقى ايه في الخرام اللي احنا خرمناها دي، والفرخة تتبل كويس قوي معانا، اهو زي ما انتم شايفين. لا اله الا الله. صلوا بينا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا بينا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام، عشان ربنا نتبارك كده، عشان ربنا يكرمنا كلنا، وعشان نتبارك كده بسيره النبي عليه الصلاه والسلام كلنا. لا اله الا الله. هنا اهو خلاص كنت تبلت الفرخه اهو زي ما انتم شايفين، وسبتها بقى. المفروض بقى تسيبيها بقى منقوعه يوم، نص يوم، اقل حاجه ساعتين. تمام كده، انا سبتها منقوعه ساعتين عشان العيال كانوا جعانين، كانوا عايزين ياكلوا يعني وكده، فايه سبتها ايه ساعتين. تمام كده، سبتها بقى منقوعه. وقبل وبعدها بساعه ونص قلت بقى اعمل ايه طاجن الرز المعمر، اهو زي ما انتم شايفين. هجيب الرز كيلو الا ربع رز غسلتهم كويس جدا، وهنزل عليه بكيلو ونص من اللبن. كيلو الا ربع هنحط عليه كيلو ونص من اللبن، ايوه زي ما بقول لكم كده. هنا وانا بحط اللبن نزل من الكيس حاجه سودا كده تقريبا قشايه حاجه زي كده، مش مشكله، هنسمي الله ونشيل الحاجه دي ونكمل عادي كده.
اهو هنزل بقى عليهم بمعلقه ايه من الملح، وهسيبهم بقى منقوعين. هنا كنت سايبه الفراخ بقى لها ايه ساعه ونص في التتبيله، وهنا وقبلها وبعدها بقى بساعه ونص حطيت بقى ايه، عملت بقى الايه طاجن الرز ده. عشان الرز ده لازم يتساب منقوع في اللبن اقل حاجه نص ساعه، اقل حاجه نص ساعه. لازم تسيبوا الرز منقوع في اللبن كده، والا الرز مش هيستوي معاكي لما تدخليه الفرن. لازم يتساب منقوع في اللبن. تمام كده اهو. هنا بقى كنت مجهزه الخضار معايا اهو زي ما انتم شايفين كده. جهزت ايه كل حاجه. تمام كده. تمام كده. هنا بقى كانوا العيال عايزين ياكلوا فاكهه، قلت لهم تاكلوا ايه؟ بطيخ. بطيخ يا جماعه، البطيخ لسه دلوقتي مش حلو قوي. ده يا ماما يا جماعه البطيخ غالي جدا ومش لسه مش تمام. يا ماما نفسنا ناكل بطيخ. حاضر عينيا. كان معايا 130 جنيه اديتهم للواد يوسف ابني، قلت له خد يا يوسف هات لنا بطيخ. تمام كده. راح عندي بتاع البطيخ اداله واحده ضخمه قوي كده، طلعت على الميزان عامله 180 جنيه. قال له لا يا عمو انا معايا 130 جنيه، اديني واحده بال 130 جنيه. فالراجل بقى ايه اداله واحده ب 130 اللي طلعت على الميزان عامله 130. هي دي بقى كانت نصيبنا. كانت مش عارفه بقى الراجل بقى عشان الولد صغير بقى فداله بطيخه مستويه ولا ايه، كانت مرمله زياده عن اللزوم اهو زي ما انتم شايفين. بصوا انا مش عارفه اقطعها انا، يعني هي اصلا كانت المفروض تتاكل كده يعني، يا اما بقى ايه اقسمها اتنين وتتاكل كده بقى بالمعلقه، يا اما ان انا اعملها لهم بقى ايه زي يعني اشقها لهم بقى، اعملها لهم شقق كده ياكلوها. بس انا بحب ان انا ايه اقطع البطيخ كده عشان العيال الصغيره. لا اله الا الله. صلوا بينا على النبي يا جماعه. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلوا بينا على النبي يا جماعه. العيال كانوا فرحانين جدا بالبطيخه. البطيخ دلوقتي اليومين دول يعني اصبروا عليه شويه، عشان زي ما بقول لكم كده هو مش احسن حاجه. اولا هيرخص، ثانيا هيحلو كمان وده الاهم. هو اليومين دول مش حلو، مش حلو. اهو هنا بقى بدأت بقى هنا خلاص بقى كانت الفراخ اتسابت ساعتين. كانت اتسابت في التتبيلة ساعتين، والطاجن كان عملته اتساب برضو. الرز منقوع في اللبن نص ساعة. تمام كده. هبدأ بقى ايه اعمل الاكل اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت الخضار بتاعي اللي هو البطاطس والجزر، ورحت حطيتهم في الصينيه اهو زي ما انتم شايفين. وهبدا بقى اطعمهم. هطعمهم بايه؟ بواحده مرقه دجاج. وهفضل بقى ايه ادلك فيهم كده. حطيت مرقه الدجاج الاول قبل ما انزل بقى بباقي التتبيله اللي انا شلتها من تتبيله اللي انا عاملاها للفراخ عشان آه يستقبلوا. حطيت مرقه الدجاج الاول عشان بعد كده ايه البطاطس والخضار ده يستقبل بعد كده التتبيله. نزلت بقى اهو بالتتبيله اهو زي ما انتم شايفين. وهدلك برضو كده. لا اله الا الله. صلوا بينا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. لا اله الا الله. اهو هنا بقى كنت خلاص كانت الفراخ بقى اتسابت بقى اقل حاجه ساعتين، اقل حاجه ساعتين. يا سلام بقى لو يوم او نص يوم، يا كل ما تساب كل ما هتكون هتديكي نتيجة ممتازة. وبصراحة أنا ما سبتهاش على ساعتين بس، وكانت تحفة. والله كانت في منتهى الجمال، ولا كأنها يعني ما اتسابتش وقت طويل. لا كانت متطعمة كويس جدا جدا. ده عشان احنا خرمنا الفرخة كويس قوي، ودلكناها بقى بالتتبيلة اهو زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بالتتبيلة اللي معايا كلها على وش الايه الفراخ كده مع الوش اهو زي ما انتم شايفين. لا اله الا الله. صلوا بينا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. اهو هنا بقى هجيب بقى ورق الفويل وهغلفها بقى ايه كويس اهو زي ما انتم شايفين. صلوا على النبي يا جماعه. ويا ريت يا ريت لو تشاهدوا لي الفيديوهات لاخرها من فضلكم، من فضلكم. محتاجه منكم دعم وتشجيع. انا متعشمه في ربنا وعشمي في ربنا كبير جدا ومن بعد ربنا انتم ان القناه دي تكبر. وبصوا يعني انا مش طالبه منكم غير المتابعه وانكم تشاهدوا لي الفيديوهات بس لاخرها من فضلكم، والتقدير مش اكتر من كده. مش عايزه اكتر من كده. وعلى الله التسهيل باذن الله، وان شاء الله ربنا يوفقني باذن الله ان شاء الله. هنا بقى خلاص اهو كان الرز اتنقع معايا نص ساعه في اللبن زي ما قلت لكم.
وخلاص بقى كده ايه، والفراخ بقى جهزت معايا. دخلتهم الفرن. هنا بقى كان الاكل خلاص استوى. طلعت بقى ايه الطاجن اهو زي ما انتم شايفين. انتوا ما خدتوش بالكم ان انا ما حطيتلوش سمنه بقى. ما تحطوش السمنه في الطاجن وانتم مدخلينه الفرن، لا، اصبروا لما يطلع من الفرن وبعدين حطوا عليه السمنه في الاخر وشوفوا بقى النتيجه. النتيجه ممتازه. اولا بيبقى الوش شكله شيك جدا وجميل جدا، ثانيا بتفرق في الطعم السمنه بعد كده لما بتحطوها وبتعملوا بقى فراغات اهو زي اللي انا بعملها دلوقتي. يعني انا حطيت السمنه وبعدين استنيت لما ساحت وبعدين هبدا بقى اعمل ايه. هو الوش باظ شويه بس مش مشكله، انا بقول لكم الطعم والريحه بتاعت حركه السمنه دي لما بتتحط في الاخر بتبقى حاجه تانية خالص بجد، بتبقى حاجه فوق الممتاز. شايفين الطاجن عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. عامل طبقه كمان كده من القشطه على الوش كده، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ انا ما قدرتش استحمل ودقت على طول. والعيال بقى بعد كده بصوا داسوا ما استحملوش، لان فعلا ريحته كانت حلوه قوي قوي وطعمه كمان كان تحفه. اهو زي ما انتم شايفين بقى الفراخ. هنا بقى الفراخ كانت استوت معايا مع الطاجن، وبعدين طلعت الطاجن الاول وسبتها هي تحت الشوايه، خدت لون من فوق اهو زي ما انتم شايفين اهو. كده بقى كان الاكل خلص وكنت بغرف لهم. حاولت ان انا اطلع خرطه كده تكون يعني شكلها كده عاطفي بس ما عرفتش بس مش مشكلة. المهم الطعم والريحة، لا بجد حاجة كانت حلوة قوي. لا اله الا الله. صلوا بينا على النبي يا جماعه، صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويا ريت لو تشاهدوا لي الفيديوهات الاخيره من فضلكم، محتاجه دعم وتشجيع من فضلكم. ويا ريت لو تشيروا لينك القناه لكل اصحابكم واحبابكم وحبايبكم وكل الناس اللي عندكم. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقني ان شاء الله. يلا خلص الفيديو، اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.